تصريح خطير من مدرب بيراميدز إيفان يوريشيتش يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على سيراميكا، ويفضح الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بسبب هذه اللقطة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا، ليضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر بالإمارات. فقد دخل على الخط مدرب بيراميدز الكرواتي إيفان يوريشيتش، وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: يا للعار إن الزمالك يفوز على بيراميدز بهذه الطريقة الفاضحة. الكل شاهد لقطة هدف أوباما في آخر دقيقة في الزمالك، وكان هدفا صحيحا. فأنا شاهدت هذه اللقطة بعد انتهاء هذه المباراة، وشاهدت أن أوباما لم يكن متسللا بالمرة، وهو كان متأخرا عن جميع اللاعبين، وبالرغم ذلك هو الذي أحرز الهدف. واعتقدت أن المباراة انتهت بهدف أوباما، ولكن اندهشت أن الفار لغى الهدف. فالزمالك دائما يكسب بالحكام، فأنا خرجت من قبل وقلت أن الحكام يجاملون الأهلي، ولكن الزمالك كل الحكام بتجامله رسمي. وبكل صراحة أتمنى أن يفوز النادي الأهلي ولأول مرة على الزمالك، لأن الزمالك فاز علينا بطريقة غير نزيهة، وأعتقد أن الأهلي قادر على الإطاحة بالزمالك. فالأهلي من المستحيل أن يخسر مرتين متتاليتين أمام الزمالك. وسأله الصحفي وقال له: علمنا من بعض المصادر أن رمضان صبحي يتمنى العودة إلى الأهلي. فرد وقال: بالطبع رمضان صبحي هو أحد أبناء النادي الأهلي، وأفصح لي أكثر من مرة أنه ينوي الرجوع إلى النادي الأهلي، ولكن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي هي بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.